حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ احكوا لي كده عاملين ايه، واحكوا لي كمان كان عجبكم الفيديو بتاع المره اللي فاتت بتاع ميك اب سهل ويومي للجامعه. وقولوا لي على الافكار اللي انتوا حابينها بخصوص الجامعه، لان قلت لكم المره اللي فاتت ان احنا هنعمل سلسله خاصه جدا بطلاب الجامعه. بما اني لسه حديثه التخرج فانا اكتر حد هيفيدكم جدا في موضوع الجامعه ده. فيديو النهارده جديد بعنوان لفات طرح سهله وسريعه مناسبه للجامعه. بقول لكم اللفات اللي انا كنت بعملها، لان كتير طلب مني ان انا اعمل لكم لفات طرح، لان بيعجبكم لفات الطرح اللي انا بعملها. فقررت اعمل الفيديو ده واقول لكم اللفات اللي انا بعملها في الوقت، لفات تكون مناسبه وسهله لموضوع الجامعه. بصوا يا حبايبي، مبدئيا كده يعني انا اكتر واحده مش هقدر اقول لكم ايه خامات الطرح، ولا ايه مثلا الخامه دي احسن من دي او كل الحاجات ده. انا ديت يعني انا بروح اشتري الطرحه اللي بتعجبني، فمش بقى بركز قوي ديت موديل ولا ديت كريب ولا شيفون ولا الحاجات دي. فانا هحاول على قدر الامكان ان انا اقول لكم الطرحه ديت نوعها ايه. اوكي، هحاول يعني. اول حاجه الطرحه اللي معايا دي كريب. انا مش عارفه الشيفون هي كريب ولا ايه، لان بلاقيهم شبه بعض جدا في الخامه يعني. ف بكتبوا لي كده في التعليقات شيفون هي كريب ولا لا. ما علينا. اول لفه معانا هي اللفه ديت، لفه سهله وبسيطه جدا جدا وانا بحب اعملها. ومبدئيا كده انتوا تشوفوا اللفه اللي بتليق على على وشكم، فاهميني؟ يعني انا مثلا في لفات كتير مش بتليق عليا، فخلاص اتقبل ده، اشوف بقى اللفه اللي تليق عليا واللي تحلي وشي وان اللي هي تبينه اكتر. يعني مثلا انا هنا انا مثلا وشي مدور، خدود كبيره، فانا مثلا مش اروح اعمل لفه اللي هو مثلا ايه تبقى كده مثلا، تبقى اللي هو كده يعني دي كده، لا اللي هو دي هتدور وشي اكتر وتبين خدودي. فاللي هو يعني انتوا وشكم مثلا كده، او ان كان وشكوا بقى طويل مربع، يعني كل طبعا وش ليه شكل معين بالذات في العظم الوش، تمام؟ فمش تروحوا تبينوا او تبرزوا وشكوا اكتر بان هو ايه، يعني مش عارفه اشرح لكم. يعني انتوا وشكوا مثلا مربع، ففي لفات طرح ما ينفعش الوش المربع، اوكي؟ فانتوا مش تروحوا بقى تعملوها، لا انتوا الموضوع ده على فكره هتبداوا يعني هو زي رحله كده، تبداوا تدوروا على الحاجات اللي هي تليق على وشكم، الحاجات اللي تبقى تعجبكم مثلا او حاجه، وتشوفوا هل هي شكلها حلو في التصوير مثلا لما بتتصوروا. هل الناس بتقول لكم حلوه قوي عليكم لفه الطرحه ديت، ولا شكلها مش حلو عليكم؟ مكبره وشكم لا مصغره وشكم، مبينه اكتر لا مخفيه. فانتوا الحاجات دي كلها تجارب، فاهميني؟ يعني انا بس وصلت برضو ما وصلتش بسهوله ان انا اعرف ايه اللبس اللي يليق عليا، ولا ايه لفه الطرحه اللي تليق عليا، ولا الميك اب اللي بيليق عليا. كل الحاجات دي كلها اكتشافات وتجارب مع نفسكم، اوكي؟ فمش عايزاكم يعني تيأسوا خالص، بالذات مثلا الناس اللي مش بتبقى مهتمه بالفاشن او بالميك اب، او بالذات اللي لسه داخلين الجامعه، فبتبقوا لسه مش عارفين الميك اب اللي يليق على وشكم، او نصايح بقى في ان انتوا تحطوا فاونديشن بشكل بسيط او بشكل مثالي، او تحطوا مش عارفه ايه، وايه اللي بيوسع عينيكم وايه اللي بيضيق عينيكم، كل الحاجات دي. فدي كلها طبيعيه جدا، واحنا كلنا اول ما دخلنا الجامعه كنا لسه مش عارفين نلبس ايه، ولا مثلا المحجبه جديد لسه ما كانتش عارفه تلبس الحجاب ازاي، ولا كل الكلام ده. كل ده طبيعي، كل ده محتاج ان احنا نجرب كتير على نفسنا ونشوف ايه اللي يليق علينا اكتر، اوكي؟ فدي نصيحه انا حبيت اقولها لكم قبل ما نبدا كده. اول حاجه، اول لفه انا بلف ايه، لفه بسيطه جدا، هو اني بطلع الطرحه كده لقدام، تمام؟ ماشي، وبلفها كده، اوكي؟ كده اهوت كده اهو. ونجيب دبوس، انا بستخدم دبوس صغنون خالص كده اهوت. دي بقى عايزين تدخلوها هنا دخلوها، عايزين تلفوها ورا خالص، انا بقول لكم اللي انا بعمله، اوكي؟ عايزين تلفوها ورا، في ناس مثلا بتلفها ورا او تدخلها جوه الطرحه كده. انا بصراحه يعني مش بتريحني قوي، يعني في ناس بتقوم لفاها كده، انا دي مش بعرف اتحكم فيها لو فكت او حاجه. في ناس بتعملها كده، اوكي ماشي. ففي ناس بتلفها كده، اوكي برضو تمشي.
تدخلها جوه الطرحه، يعني ايه براحتكم، جربوا وشوفوا. بقى اللفه ديت انتوا ثبتوها بقى بالدبابيس. ماشي كده وبس كده. دي كده بس اول لفه، تمام. تاني لفه هي شبه اللفه الاولى، تمام. هنجيب دي برضو قصيره كده، تمام، ونلفها برضو يعني زي نربطها زي اللفه الاولى، تمام كده. وندخل دي برضو جوه، اوكي. وايه، بنلف دي كده ونلف دي كده، اوكي. اهي بسيطه جدا، شكلها حلو وسهله وسريعه كمان. انتوا بقى تظبطوها، تظبطوا بقى الحته دي والحاجات دي، تمام كده. بس كده، مش بس كده خلصنا الفيديو، لا يعني بس كده. تاني لفه برضو تالت لفه. بصوا هقول لكم لفات كتير قوي، يعني انا مش هعدها بجد عشان انا مش مرتبه لللفات اللي هعملها في الفيديو ده، اوكي. انا هديكوا كل حاجه انا كنت بلفها في الجامعه، وكل اللي انا جربته كل الحاجات دي. انا بديكوا بس اول خامه اللي هي بالشيفون او الكريب، فايه تقدروا تعملوا بقى منها معظم اللفات مثلا، او بديكوا افكار يعني تروح للفات تروح الكريب. تاني لفه، تالت لفه، افتكروا معايا بقى عشان انا مش هفتكر، مش عارفه اعد انا. تالت لفه هنطول دي شويه، اوكي. ودي طبعا دي مش طويله قوي، هوريكم دلوقتي. بصوا دي مش قصيره قوي، وديت يعني بصوا مش طويله قوي. هنحط دي هنا ونلف دي كده بس، فهتبان ان ديت يعني مش قصيره قوي ولا دي برضو طويله قوي، فاهميني؟ انتوا برضو ايه تظبطوها يعني، انتوا كلكم نظر يعني. بس كده اللفه ديت تالت لفه، وسهله جدا وبسيطه قوي. في برضو لفه تانية، دي كده اللفه الرابعه، بحاول افتكر معاكم العد. تقوموا مثلا تسيبوا دي كده، وممكن ايه تعملوا كده، اوكي. دي كده مثلا لفه رابعه، او تسيبوا دي كده، تظبطوا دبابيس هنا تعملوها كويس، تمام. هي دي اعتقد مش مناسبه قوي للشتاء، لان بتطير الهواء والحاجات دي، فانتوا ظبطوها، حطوا بقى دبل فيس هنا مثلا وشويه دبابيس، تبقى والله شكلها تحفه يعني. بصوا كده اهي مثلا، وتلفوها بقى من ورا كده، اوكي. يعني هوريها لكم تاني. انتوا هتسيبوا الطرحه كده نفس الطول، وتقوموا ايه تدخلوا دي من تحت وتسيبوا دي. حلوه جدا وسهله ومفيهاش اي حاجه. في لفه برضو ممكن تعملوا ايه، تسيبوا دي نفس الطول، ماشي. دي برضو اللفه دي بحبها قوي. وتظبطوا هنا يعني، تظبطوا كده، تحطوا مثلا دبوس هنا. فين الدبوس دي؟ شوفوا على حسب شكل وشكوا، اوكي كده. تحطوا برضو دبوس هنا. بصوا احنا بنتني دي ماشي كده، تبقى ايه نفس طول، او نفس طول التانية، عشان ما تبقاش واحده طويله واحده قصيره كده مثلا، اوكي ماشي. وتقوموا تجيبوا دي تحطوها ورا، اوكي. ودي انتوا عايزين تسيبوها يعني تبقى زي اللفه اللي قبل كده، زي ما انا قلت لكم، تدخلوا دي كده او بتاع، ماشي. لو انتوا عايزينها لوس من هنا تثبتوها بالدبابيس، لو مش عايزينها لوس عادي تقوموا برضو تشيلوا الدبوس ده وتقوموا ايه تظبطوها كده، اوكي. تجيبوا دي بقى الطرف بتاعها ده كده،
تمام، وتلفوه هنا فتبقى كده. فاهمين؟ مستوعبين؟ يعني تاني احنا سويناهم هما الاتنين قد بعض، حطينا دبوس هنا، تانينا دي وحطينا الدبوس هنا. نعمل تاني، تانينا دي تمام، حطينا الدبوس هنا. اوكي، حطينا دبوس هنا، ونظبط دي تكون متساويه مع دي، ودي برضو دي مثلا عايزه تتشد شويه من هنا. ماشي كده. اوكي، بقوا كده ايه متساويين شويه. ماشي، هنجيب دي طرف دي كده هنحطها هنا. اوكي، ونجيب برضو دي كده، مش هنجيبها من هنا، لا هنا هنحطها كده. انتوا بقى عايزين تعكسوها اعكسوها براحتكم. فدي هتبان ان دي كده من تحت، ودي هي اللي لوز كده، وايه بتبقى شكلها تحسوها تريندي اكتر وشبابيه. اوكي، دي كده حلوه قوي. دي برضو ظبطوها من هنا مثلا. اوكي كده، او برضو دي لفه ممكن نقول لفه السته. تجيبوا بقى بدل ما تبقى من هنا هتبقى من هنا، هتعملوها كده. ودي بقى برضو من هنا اهو تعملوها كده، تدي شكل فورمال اكتر، بالذات لو انتوا لابسين بليزر او حاجه. اوكي، شكلها تحفه، شكلها جميل قوي. دول كده ممكن نقول 6 لفات لحد دلوقتي. تعالوا بقى نعمل لفات بالطرح اوريها لكم دلوقتي. دي كده نقول 6 لفات للطرح الكريب او الشيفون، مناسبه للطرح الخفيفه كريب او شيفون، مناسبه للصيف ومناسبه للشتاء. تمام، هستخدم معاكم الطرحه تايجر ديت. انا بصراحه مش عارفه خامتها ايه والله، بس يعني ممكن مش موديل ماشي، بس انا مش فاكره الخامه بصراحه. المهم الطرح اللي زي دي بتبقى تقيله تمام، فبتبقى محتاجه لفات بسيطه قوي. ماشي، اول لفه واحده، اول لفه بناخد دي كده وايه بنعملها كده. نجيب دبوس ماشي. اوكي، هنحط دي ورا ماشي، ومثلا ايه تسيبوا دي كده، تظبطوا بقى من هنا، حط دبوس مثلا او حاجه، تسيبوا دي كده. دي حاسه ان هي تناسب الشتاء اكتر، لان طرحه تقيله، وكمان انتوا هتبقوا مغطيين رقبتكم، وكمان هتدفيكوا كمان اكتر يعني، فهتبقى شكلها حلو قوي. اوكي، ممكن تطولوها وتجيبوا ده كده تمام، برضو تبقى زي اللفه اللي قلتها لكم في الطرحه الكريب. تعملوها من هنا بدبوس، ودي بقى تطول شويه وايه تبقى كده. يعني انتوا تخيلوا معايا دي طويله ودي طويله وديت نفس الطول، تبقى كده في نفس الوقت شكلها حلو قوي تريندي. وتظبطوا من هنا بقى بالدبابيس، او عايزين تسيبوها لوس برضو تمام قوي كده مثلا. تمام، ودفيكوا. طبعا مش عارفه اقول لكم نعملها كده لان تبقى شكلها مش حلو، فاهمني؟ فكده احسن قوي. اوكي، تاني لفه ممكن تعملوها كده، ترموا دي ورا ماشي، ودي تظبطوها بالدبابيس ماشي، او دبل فيس او وات ايفر، اي حاجه اللي انتوا بترتاحوا في التثبيت فيها ماشي. بنجيب دي كده لورا، هي ما تقلقوش مش هتقع ولا حاجه، لان هي اصلا تقيله وبتبقى ماسكه نفسها، فبتبقى كده. برضو منكم غطيتوا رقبتكم ومنكم دفتوا شويه رقبتكم يعني، فهي بتبقى كده تمام.
كده، وشكلها تحسوها بدوي كده، وشكلها جميل قوي على فكره، جميل قوي قوي يعني، انا بحبها جدا. اوكي، تالت لفه بقى هنسيب دول متساويين كده. لفه بقى ممكن زي ما قلت لكم نسيب دول متساويين ونعملها كده بس جدا، تبقى لوس وتبقى حلوه قوي وبسيطه كده وبس كده يعني، ما فيهاش اي حاجه، سهله جدا. ممكن كمان رابع لفه، الرابع لفه دي تبقى قصيره ودي طويله، لفوا دي كده تمام وكده اهو ماشي. او ممكن تدخلوا دي جوه عشان تثبت اكتر، لا مش كده، ثانيه واحده، دخلوا دي هنا ماشي. يعني انتوا بتلفوها عادي ماشي كده اهو من غير دبابيس او حاجه، تلفوها كده وتيجوا بقى هنا تفكوا دي شويه وتجيبوا دي تحطوها هنا اهو تمام كده، بحيث ان هي انتوا ممكن تطولوا دي شويه بحيث ان هي ايه تبقى يعني، بصوا كده اهو، دي بقى ممكن تطول شويه عشان تعرف تدخل وما تخنقوش، بحيث ان هي ما تحطوش دبابيس كتير وتكون متثبته ومغطيه برضو رقبتكم شويه صغننين يعني، وايه تبقى سهله وخفيفه جدا ومريحه كمان. اوكي، فاللفه دي كده اهو، فكده تقريبا ديت خامس لفه، دي لفه والاخيره. انا مش فاكره بصراحه قلتها لكم دي ولا لا، بس ايه انا هعملها لكم برضه. دي هتبقى متساويه زي اللفه برضو اللي في الطرحه الشيفون، هنثبت دي بالدبابيس ماشي، عايزين تثبتوها او لا عشان هي طرحه فبراحتكم على حسب بقى انتوا قادرين تتنفسوا ولا لا. وهنعمل دي كده ماشي، ونعمل دي كده بس جدا، بس مش اكتر من كده، بس الاتنين متساويين وخلاص. وكده عملنا مع بعض 6 لفات من الطرحه الكريب و6 لفات من الطرحه دي مش عارفه دي بقى موديل ولا ايه. بس كده يعني جبت لكم 12 فكره للفه طرح، يا رب تكون عجبتكم بجد، ويا رب تكونوا استفدتوا منها. وكده ديت كل لفات الطرح اللي انا جربتها وانا في الجامعه، وفي كتير يعني كتير قوي دول انا كنت بستخدمهم بشكل يومي يعني وبيعجبوني قوي، فانا حبيت اشاركها معاكم وبجد يعني. بس كده يا حبايبي يا كتاكيتي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وقولوا لي برده افكار انتوا حابينها المحتوى الجاي بتاع سلسله الجامعه، عشان ممكن يكون في حاجات مش في بالي يعني، فانتوا هتفتحوا لي افكار كتير، وفي نفس الوقت انتوا هتكونوا طلبتوا الفيديوهات اللي انتوا اصلا عايزينها. اوكي، بس كده.